السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله النهاردة هنبدأ في الجزء بتاع الساب. طيب أول حاجة بس احنا مش هنحتاج دي في حاجة، نقفل ونقول ايه، نظبط وحدتنا طن متر سيليزيوس وبعد فعل نيو موديل. طبعا هنختار بلانك ونقفل جزء ونفتح جزء ماشي، ونقول اكس ايه زد. يعني شو هناخد اكس زد يبقى edit grid data modify system. طبعا اول حاجة هنشتغل كده شوية وبعد كده spacing، لان انا هشتغل spacing ونشوف هندخل في الاكس كام وهندخل في الزد كام. طيب تعالى كده نزل ده، تعالى هنا نشوف احنا عندنا والله احنا عندنا زي الفريم بتاعنا مش جاي ستريت، جاي بأجزاء كده طالعة لفوق. تمام مفيش أي مشاكل، بس هنا طول الفريم هنا 20 وهنا طول الترس كام 25. طيب تمام. طب يبقى هنا تعالى نقسمها 10 وهنا 25 نقسمها 12.5 و12.5. يبقى هنا هنشتغل 10 انتر 10 انتر كام 12.5 بعد كده 12.5. طيب في الزد والله يا باشمهندس في الزد اهو كام 6 2 1 وربع 6 متر 2 متر 1 بوينت كام 25 صفر. هندلل ده تمام كده ونقول اوكي يا باشمهندس ونعمل الايه الاكس زد بتاعتنا. طيب تمام هنخش نعرف في قطاعات define section properties frame section added new property steel IP. طبعا احنا كده هنصفر الانويت، بس مفيش مشاكل اننا برضو ندخل الايه القطاعات عشان الانرشيا اللي المومنت بياخدها وهو بيحسب. طيب اول حاجه عندنا كولوم، احنا عندنا كولوم عندنا طيب في بيقول لك هنا عندنا 20 وهنا عندنا كام 25، يبقى ناخد الاسبان الاكبر اللي هو كام 25. طب انا عايز ادخل قطاع وهمي ابتدائي، هو الاسبان على 50. طب الاسبان 25 على 50 يبقى كام 25 على 50 فيها النص، يبقى احنا هنستخدم HEB 500. طيب ال HEB 500 يبقى الاول سايد بتاعنا نفتح بس الجدول معايا، انا الجداول معايا اهي انا هفتحها ونشوف ال HEB كام. ال HEB 500 يا باشمهندس ال H بتاعتها بكام 490 يعني 49 ايه سنتي، يبقى بوينت كام 49. والبي بتاعتها 300 بوينت كام 3 سنتي. وهنا الويب فلانجة برضو البوتوم بوينت 3 وهنا البوتوم فلانجة سيكنس. تعال نشوف التوب فلانجة، تعال نشوف بس التوب ويب. الويب هنا بكام في الجداول اللي هي الاس في الجدول ب 12 ملي يعني 12 1.2 سنتي يعني بوينت كام 12 من 1000. تمام يبقى كده ايه الاس. فضل يا باشمهندس الايه فضل التوب فلانجة. التوب فلانجة اللي هي موجودة تي 23 ملي متر يعني كام 2.3 سنتي يعني 0.23 من 1000. طيب ده اللي هو التوب فلانجة سيكنس، والبوتوم فلانجة سيكنس بوينت كام 23 ايه من 1000. يبقى ده القطاع بتاعنا 49 طوله 30 سنتي الطول ده كل عرض الفلانجة. طيب بعد كده عندنا بوينت 23 وبوينت 23 هو التوب فلانجة سيكنس والبوتوم فلانجة سيكنس، وعندنا بوينت 3 وده الايه الكولوم مفيش مشاكل. هو نوع ايه الستيل بتاعنا اوكي. وبعد كده ادت كوبي اوف بروبابيلتي ونخليها بس هنا ايه نسميها بس ايه جردر يا باشمهندس. طيب الجردر تمام هي نفس الخصائص مفيش مشاكل. طيب هتقول لي ادد كوبي اوف بروبابيلتي ونعرف اللور ايه، لا نعمل كنسل ونقول اوكي ماشي هي دلوقتي مش هتتمسح. طيب تعالى هنا نقول ادد كوبي اوف ايه ادد نيو بروبرتي وناخد الايه تو انجل ونخليها الايه اللي هو الابر ايه كورد. والابر كورد ده يا باشمهندس ناخدها مثلا بما ان اللمبة او البلان في الابر كورد مش بتكون كبيرة وعلى حسب القطاع، فممكن ناخدها كام 70 او ايه 75 هتبقى كويسة جدا. 75 ملي هتبقى بوينت كام 75 من 1000 لو هتبقى بالايه. وهنا برضو بوينت كام 75 من 1000 ماشي. وهنا هتبقى 75 يعني هتبقى 7 سنتي 7 اسف ملي هتبقى 7 من 1000
اللي هي التي دي، والتي دي اللي هي برضو الفيرتيكال بوينت كام 7/1000. اما دي 75 مللي يعني 7 سم ونص. طيب تمام كده مفيش مشاكل. طيب الجزء دوت اللي هو الباك تو باك ديستانس، ده اللي هو الايه الجزء اللي في النص ده بناخده 1 سنتي 10 مليمتر، يعني 1 سنتي يعني 0.1 ممكن نديها لون برضه أي لون كده ايه حلو معايا. طيب تمام ونقول اوكي. بعد كده ناخد added copy of probability او نقول added new probability وخلاص. وهنا طبعا مش هتبقى ماشي تو انجل برضو، بس هنا تبقى اللور ايه كورد يا باشمهندس. واللور كورد هنا تاخدها كام بقى يا باشمهندس؟ تعالى ناخدها بما ان الباكلينج كبير، تعالى ناخدها 90 ولا حاجة، 90 مللي يعني 9 سنتي، وهنا برضو 9 سنتي. وهنا طبعا التوب فلانجة اللي هو التوب بتاع الفلانجة هناخده 9 سنتي يبقى 0.9/1000. وهنا برضو بوينت كام 9/1000. وهنا هناخدها 1 سنتي يبقى 0.1/100. ده اللور كورد ماشي. اي لون برضو وليكن اللون الاصفر دوت ابلاي اوكي. طيب ادي نيو بروبرتي، وبعد كده نقول وان انجل بقى اللي هو بقى ايه الدايجونال اند فيرتيكال، الدايجونال اند ايه فيرتيكال. طب الدايجونال اند فيرتيكال يا باشمهندس هتبقى كام؟ ناخدها مثلا 80 يبقى 0.8/100. وهنا برضو 0.8/100 خلاص. وهنا ناخدها كام يا باشمهندس؟ والله احنا ممكن ناخدها برضو 8/1000. وهنا ايه 8/1000. خلاص كده مفيش مشاكل الحمد لله. تقول لي اوكي ونقول اوكي ونبدأ نرسم. طيب والله عشان نرسم اول حاجة نبدأ نرسم الكولوم اهو، يعني الكولوم بتاعنا اهو والكولوم بتاعنا اهو. طيب بعد كده بعد الكولوم نرسم الجردر اهو. تمام. طيب بعد كده بعد ما نرسم الجلدر نرسم اللور كورد. ادي اللور كورد نرسمها من هنا لهنا ومن هنا برضو لهنا. طيب بعد كده الابر كورد. ادي الابر كورد. فين الابر كورد؟ ادي الابر كورد من هنا لهنا برضو ومن هنا لهنا برضو. طيب فين الدياجونال؟ طبعا مش عارف ارسم الدياجونال دلوقتي. هنعمل اسكيب ونبدأ نقسم دي edit line divide frame. يعني نفتح ملف الاوتوكاد نشوف كام 1 2 3 4 5 6 7 8 8 مسافات. يبقى قسمها لي 8 وتقول لي ابلاي وتقول لي اوكي. طبعا انا مش شايف حاجه من لو دخلت مثال ديسبلاي اوبشن مشيت الانفيزبل دي ابلاي اوكي هتظهر معاك يا باشمهندس. طيب انت ممكن تحدد لي برضو وتقول لي edit area edit line اسف define frame وتقول لي برضو ابلاي اوكي. طيب وهتخش هنا من اللاين الابر كورد. بعد كده هنا الايه هتخش على الايه اللهم صل على سيدنا محمد الدياجونال اند فيرتيكال، ونبدا ايه نرسم في ثانيه كده. طبعا ايه الرسم هنا يكون ايه سريع الحمد لله بسرعه كده ان شاء الله مش هياخد وقت ثانيه اهو. ده الدياجونال بتاعنا. تعالى برضو هنا هيبقى موازي. احنا قلنا لازم يبقى موازي للايه يا باشمهندس؟ موازي للمومنت. تمام يبقى كده من البداية كده للإيه للنهاية. تمام كده مفيش أي مشاكل ولله الحمد رب العالمين الحمد لله. طيب هتحدد ده كله وتقول لي إيه assign frame release للمومنت، مومنت البداية والنهاية صفرهم لي يعني اوكي under format ايه shape. طيب احنا كده ايه under format ايه shape. طيب نحدد ده كله اهوت هنقول assign joint restraint نديها هنج ابلاي اوكي. طب الركيزة بتاعتنا هتبقى هنج. طيب بعد كده فاضل ان انا احط اللود. طيب قبل ما احط اللود اخش define load pattern اعرف حالات التحميل. هنا هيبقى 0 واقول له modify. يبقى بعد كده عندنا اللايف لود ونوعه
لايف لود يا باشمهندس، وتقول لي ادد نيو لود باترن. وبعد كده عندنا الويند لود. الويند لود ايه؟ ليفت الاول نوعه طبعا ويند، وتقول اد نيو لود. بعد كده نوعه ايه؟ ادي ليفت. بعد كده تقول ايه؟ رايت ادد نيو لود. تمام. اوكي. نخش على ريفاين لود كيس. الموديل دي مش عايزها، ديليت لود كيس. يس. اوكي. طيب قبل ما نحط اللود تعالى برضو ايه نسمي القطاعات بتاعتنا. تمام. هتبقى edit line divide change label. ده هيبقى ايه؟ upper chord lower chord يبقى كابيتال، هتعمل لي ال كده، ونوعه فريم يا باشمهندس، نوعه فريم. تمام. وتقول لي edit all in ايه؟ edit all in list، وتقول لي اوكي. وتخش على set display option وتخليها label الفريم apply. اوكي. ممكن نخش برضو على option dimensions، هتبقى دي 5 مثلا. اوكي. بحيث نزودها برضو لسه صغيرة. option dimensions ممكن نخليها كام؟ 7 ولا حاجة. اوكي. بقت واضحة اهيت. تمام كده. طيب ادي 7 8 ممكن نكمل ده، مفيش مشاكل. هو كده احنا ناخد نصه، بس لما نيجي نصدر كله خلاص. يبقى edit change label لور برضو، بس نوعه فريم زي ما احنا عاملين. يبقى edit all in list، edit auto all in list. بس ايه هيبقى اوكي 8 9 10 11 12 والكلام ده كله. بعد كده تحدد دوت وتقول لي ايه؟ نشيل ده وتحدد ده كده، وتقول لي edit change label. طبعا ده مش هيبقى ال ده هيبقى الابر، يبقى كابيتال يو. وبعد كده edit all in list frame all in list. ماشي. وتقول لي اوكي 8. برضو لو هنودي ده الناحية التانية يبقى edit line divide change label. وبعد كده بدل الفريم هيبقى ايه؟ برضو هو فريم بس هو ابر وكل حاجة، ويبقى ايه؟ all in list. طبعا يبقى هنا زي ما انت شايف هيبدأ من الناحية دي، يبقى يو 9 الناحية دي. المفروض انا كنت لما اجي اعكس، المفروض كنت ابدأ من هنا عشان يبقى دي يجيب لي دي ايه؟ اسمها يو 9. فمش هتفرق. ممكن في الحالة دي ممكن مثلا ايه نسيبها كده مفيش مشاكل، بدي 9 10 11. وانا عايز امشيها زي ما انا ماشي، هتضطر ايه؟ اكنسل. تمام. نعمل اسكيب ونبدأ التحليل بتاعنا من هنا. تمام. edit change label. تمام. يو edit all in list. طبعا هي مش هتتظبط طالما اتعملت كده، ولا مش هتتظبط يبقى اوكي. ما علينا، مش هتفرق. هنا يو 9 من هنا مش هتفرق حاجة. كلها مسميات يعني. وهنا الدياجونال هنسمي الدياجونال ده كده، نعدل فيه. ادي الدياجونال بتاعنا edit change label. طبعا نوعه كابيتال diagonal. طيب فريم edit all in list. طبعا اوكي. متجيش انت بقى تعرفها من هنا، لا احنا نعرفها من ايه؟ هنحدد ده كده. تمام. edit change label دي نوعها فريم all in list. برضو ما حددهاش، ما ظبطتش. ما علينا، مش هتفرق معايا كتير. هنا vertical بتاعنا edit change label. تمام. دي كابيتال يبقى كابيتال vertical. فريم يبقى edit all in list all in list. تمام. اوكي 7 8 9 10. يبقى edit
change label vertical برضو edit والانست. اوكي هي كده مش هتظبط. طيب كده احنا ايه عرفنا الاسماء. وده اسمه فريم 1 2 وده اسمه 3 وده ايه 4 5. طيب هتقول undefined shape نبدأ ندخل الايه اللود. لو دخلنا على display option بس نشيل ده hot apply. اوكي طيب هنبدأ ندخل اللود ازاي؟ تعال اول حاجة تعال ندخل اللود اللي هو بتاع التراس. لو فتحنا النيو فولدر هنلاقي في سيشن 3 اللي احنا كنا شغالين عليه هنلاقي اللود تراس ولود للفريم. تعال ندخل اللود التراس يبقى عينينا كلها تروح على التراس. ممكن انا اعمل كده عشان برضو ما اتلخبطش واعمل ايه اهو لحد الخط ده كده خلاص. يبقى ده كده التراس اهو هو ده التراس. بوينت لود اوف تراس اول حاجه عندنا بوينت 250 بوينت 250 في الديد لود. يبقى هتحدد ده كله كده يا باشمهندس وتحدد ده وتحدد ده وتحدد ده وتحدد ده وتحدد كله كده وتقول لي assign edit assign frame joint load joint load force. طبعا في الزد في الديد بسالب بوينت 250 بوينت 250 apply. تمام اوكي بوينت 25 يعني. وتحدد ده وتحدد ده وتقول لي assign joint load force. طبعا برضو بس هنا هيبقى على الاثنين ايه apply. اوكي طيب احنا كده ايه خلصنا الديد لود. هتحدد ده كله تاني وتحدد ده كله تاني وتحدد ده كله تاني ما عدا الاخير ونقول ايه assign joint load force. بس مش في الديد بقى يا باشمهندس في اللايف ونروح نشوف اللايف عندنا قد ايه. طلع لايف بوينت 41 يبقى سالب بوينت 41 يا باشمهندس في اللايف لود. وتقول لي ابلاي يبقى كده في اللايف لود. اوكي فاضل احمال الويند لود. طبعا احمال الويند لود ركز معايا فيها. هنحدد ده وهنحدد كله ما عدا الايه اول فريم واخر فريم ونخش نقول assign فريم لود بوينت لود. طيب البوينت لود انت عايزه في الديد ولا اللايف؟ لا انا عايزه الويند ايه ليفت. هنخش نشوف الويند ليفت هنلاقي ان الويند ليفت في احنا محددين ايه احنا محددين الجزء دوت. طيب اللي هو الجزء ده اللي هو بوينت كام 33. احنا لو وقفنا على ده كده بوينت 33 مش ماشي ماشي بوينت 33 او بوينت 329 بوينت 33 يعني. طيب بداية الفريم اللي هو بدايته دوت هتحط لي كام بوينت 33 ونهاية الفريم اللي هو دوت هتحط لي كام بداية الفريم هو 0 ونهاية الفريم اللي هو دوت هتحط لي بوينت 33 بحيث وهنا اعملها ايه ويند لود. طيب هنخليها لوكال بعد كده لوكال اكسس 2 ونخليها ايه ريبليس. هيجي هنا في الفريم دوت هيحط لي بوينت 33 ويجي في الفريم التاني الفريم ده يحط بدايته بوينت 33 ونهايته بوينت 33. هيجي على الفريم دوت هيجي في بدايته يحط بوينت 33 بس انا عامل ريبليس فهيشيل اللود القديم اللي هو بوينت 33 ويحط اللود الجديد اللي هو بوينت 33 ويجي هنا يروح جاي حاطط لك بوينت 33 وهكذا ماشي. يبقى ايه اهو اصبح بوينت 33. تمام هتحدد دي او تحدد الفريم بتاعها كده ونحدد ده. يبقى البدايه بتاعت الفريم دوت بوينت 33 والنهايه بتاعته بوينت 33 على الاثنين والنهايه بتاعته لازم تبقى بوينت 33 عشان يشيل اللود القديم ده ويحط بوينت 33 تعمل ابلاي. وهنا نفس الكلام يبقى البدايه هنا كام بوينت 33 تمام والنهايه على الاثنين يبقى ابلاي. تمام احنا كده خلصنا الجزء ده. تعالى بقى هنا في الجزء ده هنعملها بسرعه بقى. نحدد ده كده ونحدد ده كده ونحدد ده كده ونحدد ده كده ونحدد ده كده خلاص. يبقى البدايه والنهايه. يبقى نخش كده نشوف الايه هنا بوينت كام بوينت 274 بوينت 274 بوينت 274 274 بوينت 274 274 274. طيب لوكال اكسس 2 ريبليس طبعا نفس الويند لود ايه ليفت نعمل ابلاي. طيب هنحدد دوت بدايته هتبقى نفس الكلام بس على الاثنين ونهايته هو كده نهايته خلاص. ونيجي هنا
.274. نيجي هنا نروح قاسمين على الاتنين، بس اما نيجي ناخد ده نروح ونقول ايه ابلاي. ماشي، يبقى احنا كده دخلنا الأحمال على التراس في الايه ويند لود رايت. هنحدد ده كده كله تمام، وتقول لي assign فريم لود ايه بوينت لود. سوري فريم لود. بعد كده بعد فريم لود ايه distributed بوينت لود. طيب هنا بدل ما الليفت هتبقى رايت. خلاص طيب تمام. اللهم صل وبارك على سيدنا محمد. لوكال اكسس 2 وكل حاجه، بس نيجي بقى في الرايت الموضوع هيعكس معانا بقى .274 هنا تمام، .274 هنا برضو 274 .274 بتقول لي رايت. ماشي، وتتأكد وتتوكل على الله ابلاي. وبعد كده تحدد دوت، يبقى هنا بدايته .274 ونهايته .274 على الاتنين، وتقول لي ابلاي. يبقى سوري هنحددها تاني، يبقى بدايته .274 على الاتنين ونهايته .274 ابلاي. يبقى بدايته 274 على الاتنين ونهايته. طيب تعالى هنا بدايته .274 ونهايته على الاتنين تمام، وتعمل ابلاي. خلاص طيب اللهم صل وبارك على سيدنا محمد. كده احنا خلصنا. تعالى بقى نخش بقى الايه على الجزء الثاني اللي هو .33. يبقى انت هتحدد لي ده كله، وتحدد لي ده كله، وتقول لي هنا .33 وهنا كام .33 يا باشمهندس. يبقى هنا .33 وهنا .33. طيب وتحدد ده برضو معاها وتقول لي ابلاي. خلاص طلعت هنا .33. طب هتحدد دوت، يبقى بدايته .33 على الاتنين ونهايته برضو .33 وتقول لي ابلاي. طيب هتيجي هنا يبقى بدايته .33 ونهايته .33 على الاتنين، ونقول برضو نتوكل على الله ابلاي. كده احنا حطينا الايه الديد لود واللايف لود والويند لود. طب تعالى هنقول اوبشن. بعد ما نقول اوبشن في هنا في الاوبشن ايه اللهم صل على سيدنا محمد. احنا لو عايزين نشوف اللود، طيب احنا ممكن نقف على اللود نكليك يمين عليه على الجوينت، هتلاقي اللود في الديد لود .25 في اللايف لود .41. الله، طب ما هو كده فين كده بقى الويند لود؟ طيب هنشوف دلوقتي. هنخش على اوبشن، هنخش على ديسبلاي شو لود ايه اساين. تعالى هنخش على الايه الفريم. لو دخلنا على الفريم هتلاقي في ويند لود ليفت، هنقول ابلاي هتلاقيها بالشكل ده، بقت بالايه بالشكل ده اهي. هو ايه حللها، بدل ما كانت جايه بزاويه هو حللها مش اكتر، وبقى خلاها في الاكس والواي بدون ايه زاويه. طيب كده احنا خلصنا الكلام ده، ادي الرايت وادي الليفت، وتاكدنا انهم موجودين، ولسه متاكدين دلوقتي بالايه من البوينت لود موجود. طيب لو عايزين نشوف البوينت لود من ديسبلاي شو لود ايه اساين، شو اوبجكت شو لود اساين في الجوينت معاك ديد لود ابلاي. ادي الديد لود كنا مدخلين بوينت كام 25، وادي اللايف لود ابلاي. تمام. تعالى بس نسيف المنشأ ده، نقول فايل سيف از. احنا ديسكتوب طبعا تمام. في الديسكتوب احنا حاطين الملف بتاعنا، وهنا من الفولدر، واحنا في سيشن 3، واحنا في سيشن كام 3 في ساب 2 دي، وهنسميها برضو ايه ساب 2 دي. تقول لي سيف. خلاص يبقى احنا حطينا الاحمال الديد لود واللايف لود والايه وظبطنا كله. احنا ما حطيناش هنا ولا ايه؟ تعالى نشوف في ايه هنا. تعالى نشوف اللود بوينت كام الديد لود .25. المفروض نحط هنا كمان في اللايف لود، نسينا نحطها ودخلنا على طول على اللايف لود. طيب هنحدد كده ونقول ايه assign فريم لود distribution بوينت لود سوري لا assign جوينت لود فورس في الزد -41 هي موجودة اهي على الاتنين ابلاي. اتحطت اهي. يعني كده احنا دخلنا اللود كله، فاضل ندخل اللود اللي على الفريم. طيب عشان تدخل اللود اللي على الفريم يبقى نقفل اللود اللي على التراس ونفتح اللود اللي على الفريم. ايه نفتح اللود اللي على الفريم. فين اللود اللي على الفريم؟ ادي اللود اهوت يا باشمهندس اللي على الفريم. اللود اللي على الفريم
احنا طبعا مدخلين السبان الاس والاي والكلام ده كله، ودخلنا الايه كل حاجه. هنيجي احنا بس نروح جايين عاملين كده وعاملين ايه كده عشان ايه ما اتلخبطش. باخد انا الايه زي ما انت شايف هنا الديستريبيوشن لود، انا عايز الجزء ده بس اهو، مش عايز اكتر من كده يعني. distribution load on frame، عندك ال distribution dead load بكام؟ ببوينت 16. طيب هنقفلها ونفتح الساب ونحدد ده ونرن فورمات شيب ونحدد ده ونحدد ده ونقول assign ايه frame load distribution ببوينت كام في الديد لود؟ ببوينت 160 apply. اتحدد اوكي. هتحددها تاني assign frame load distributed ولا بوينت؟ لا هي المفروض distributed زي ما احنا شغالين. هنا كام يا باشمهندس؟ بوينت 258 بوينت 258 في اللايف لود، وتقول لي ايه يا باشمهندس؟ ابلاي، وتقول لي اوكي. فضل احمال الايه، يعني نشوف احمال الديد لود. اقول لك اللي هنا اهو دخلنا احنا بوينت 6 ودخلنا بوينت 258. فضل اننا ندخل بقى هنا كام؟ بوينت 2 بوينت 211 وبوينت 1 وايه 167. يبقى هنا بوينت كام؟ 200 بوينت 200 وايه بوينت 211. يبقى assign frame load، بس هنا بقى ايه distribution frame load. طبعا يبقى local access 2 تمام، وده بصفر. واتاكد واروح اشوف اتاكد تاني ان اللود هنا ببوينت 200 وايه 11. يبقى نقول له اللود هنا بوينت 200 وايه 11 صح كده. اتاكد كويس جدا، بدل ما هنا لايف لود يبقى ويند لود ليفت تمام. ركز لان هنا شغالين هنا اهوت في الويند لود ايه ديستريبيوشن لود، ويند لود ايه ليفت لود. طيب بوينت كام؟ 211 نفتح هنا الساب. يبقى هنا كام؟ بوينت 211 وايه ونقول له ابلاي. طلعت بالشكل ده. ونحدد ده برضو في الويند لود، بس يبقى كام بقى؟ بوينت 176 نتأكد بوينت 176 اهو تمام. ونقول لي ايه ابلاي. طيب بعد كده نحدد ده برضو، ويبقى بدل ما ليفت تبقى رايت، وهي تاخد برضو بوينت 176. ونزلنا هنا ده تبقى بوينت 176، فهنا تبقى بوينت 176 ابلاي بس في رايت. وهنا برضو كام؟ بوينت 211 بوينت 211 ابلاي. اوكي تعالى بقى نشوف اللود ديسبلاي شو لود اساين فريم. تعالى ويند لود ليفت ابلاي، هتلاقي الويند لود ليفت في الناحيتين اهو، ويند لود رايت ابلاي في الناحيتين اهو تمام كده. هنقول اند فورميشن. فاضل الديستريبيوشن لود على الفريم. طبعا احنا عندنا فريم. تعالى بالاول ايه نقف في الجزء بتاع الفريم دوت اللي هو الجزء الجميل ده، ونشوف اللود اللي عليه. طبعا احنا لو حبينا نشوف اللود اللي على الفريم ده يبقى لازم نفتح اللود ونشوف الايه اللود اللي هيضرب العمود دوت. لو فتحنا الفريم ده الفريم صح، ده اللود اون فريم لقينا اللود اللي هيضرب الجزء دوت هو عبارة عن كام؟ في الرايت ولا في الايه؟ ادي في الليفت ماشي بوينت 28 يبقى اللود اللي هيضرب هنا بوينت 28، يبقى اللود اللي هيضرب هنا بوينت 28، واللود اللي هيسحب هنا كام؟ بوينت 175. يبقى انا همشي كل فريم لوحده اساين. يبقى ده كده ضغط الناحية دي، يبقى اساين فريم لود ديستريبيوشن. بس هنا بقى ايه جرافيتي يبقى جلوبال في اتجاه طبعا الاكس تمام. يبقى الاكس ده عبارة عن كام يا باشمهندس؟ قلنا بوينت 28 يبقى ابلاي. طب انا مش عايز هنا بوينت 28، هنا يبقى كام؟ بوينت 175 في الجزء ده، وقول له ريبليس في الايه. احنا دخلناها في الرايت، المفروض ندخلها في الليفت ماشي. طب هنعمل اول حاجة في الرايت دلوقتي، خلينا في الرايت واعمل ديليت لود
احنا مدخلناش حاجة على الفريم. ابلاي. طيب بعد كده هتقول لي ويند لود ليفت، وتقول لي ريبليس بوينت 1.5، تقول لي ايه في اتجاه اكس برضو لان بيعتبر سحب، وتحدده وتقول لي ابلاي. يبقى احنا دخلنا اللود ده كده، وتحدد اللود ده، وتقف في الويند لود رايت، وتعمل لي ريبليس او ديليت اللود اللي عليه، ابلاي. تمام. وبعد كده تقف في الليفت وتعمل الكلام ده، ونحط ايه هنا ايه بوينت كام، بوينت 28 زي ما هو كان موجود. ابلاي. اوكي. نبدأ بقى نشوف اللي هنا. لو بصينا هنا هنلاقي اللود اللي موجود هنا بس هو اللود اللي ايه اللي في اتجاه الليفت بوينت 28، واللود هنا اللي هو السحب اللي بوينت كام، اللود اللي هو السحب بوينت 75. تمام. ده بالنسبة للرايت. طيب تعالى بقى نحط بالنسبة للليفت للفريم. تعالى نشوف بالنسبة للليفت للليفت للايه للتراس. يبقى نروح نفتح النيو فولدر سيشن 3، وهنا بقى اللود اون ايه تراس، ونشوف اللود اون تراس هيبقى في ايه اللود اون تراس ده. تمام. ادي اللود اون تراس. هتلاقي في التراس فيه يا باشمهندس، هتلاقي برضو في التراس في الليفت بوينت 28 بس هنا بقى والسحب بوينت 75. يبقى في التراس يبقى ضغط هنا بوينت 28 وسحب هنا بوينت 75. يبقى انا عندي بوينت 175 وبوينت 28 على الجزء ده. يبقى اخد الايه، اخد الكبير. يبقى assign فريم لود ايه distribution. تمام. يبقى في الليفت هنا بوينت 28 واخليها لي في اتجاه اكس وكل حاجه. ابلاي. خليناها بوينت 28. تمام. تمام. وهنا يبقى باعتبار ان ده ضغط يبقى ده سحب 175 بوينت 175. تمام. في اتجاه اكس برضو ابلاي. تمام. يبقى اصبح ده بوينت 28 وده بوينت 28 وده بوينت كام 75. خلاص. ده بالنسبه للليفت. تعالى بقى نقف في الرايت وايه ونشوف الايه اللود للفريم في الرايت. ادي اللود للفريم في الرايت. ادي اللود ديستريبيوشن ويند لود ليفت. تعالى بقى نشوف الايه الرايت. هتلاقي هنا سحب بوينت 75. تمام. يبقى انا لازم اسحب هنا بوينت 75. طيب هنا ده كده في الفريم ولا في الايه ده؟ ده في التراس. يبقى ده في الفريم. ادي الفريم اهو. ادي ده كده الفريم. لازم اسحب بوينت كام 75. يبقى نحدد ده كده assign فريم لود ديستريبيوشن بوينت 125 بس بالسالب. وهنا ايه هيبقى رايت بقى واتجاه اكس بس بالسالب، ونقول ابلاي. يبقى هو كده سحب في الجزء ده. طب تعالوا هنا، المفروض انا اسحب هنا. طيب انا واقف هنا واللود جاي كده، يبقى دوت ايه، يبقى دوت اللي عليه يبقى عليه ضغط سالب بوينت كام في الفريم. يبقى سالب بوينت كام 28. سالب بوينت كام 28. يبقى هيضغط الناحية دي عكس الاتجاه برضو ابلاي. تمام. اوكي. المفروض انا اقف هنا اما اللود يضغط هنا يبقى عليه بوينت كام 28. يبقى عليه بوينت كام. تعال نقف في التراس. هتلاقي ان في التراس اما اجي اقف هنا يبقى عليه ضغط بوينت كام 28. يبقى assign فريم لود distribution بوينت كام بوينت 28. يضغط هنا ابلاي. ماشي. اوكي. طب ودوت وده هيبقى عليه بوينت كام، دوت يبقى عليه بوينت كام هيبقى عليه بوينت واحد ايه 175. طب 175 ولا بوينت 28؟ لا ناخد بوينت 28 هي الاكبر ونسيبها. يبقى احنا كده حطينا اللود كله وظبطنا ايه الدنيا. لو انت عايز تتاكد تقف هنا هتلاقي عليها كام بوينت 28 لودز وبوينت كام 75. هنا برضو كذلك بوينت 28 وبوينت 75 اللودز بوينت 28 وبوينت كام 175. اما هنا عليها هتلاقي 200 بوينت 28 وبوينت كام 28. صح كده. يبقى نضغط هنا برضو نتاكد ان اللودز الموجوده هنا معاك ديد لود ومعاك لايف لود ومعاك الايه الويند رايت ومعاك الويند ايه ليفت. تمام. ادي الويند رايت وادي الويند ايه ماشي ويند رايت بس. طيب تعالى هنا لودز برضو ماشي لايف لود وادي الليفت وادي الرايت. طيب طب تعالى نتأكد من دوت بس نشوف احنا ايه عملنا ايه. تعالى في اللودز
معاك الويند لود ليفت والويند لود رايت. يبقى احنا كده يبقى كل ممبرز من دول عليه ويند لود رايت وويند لود ليفت وعليه ديد لود ولايف لود. يبقى احنا ده عليه ديد لود ولايف لود وويند لود رايت وويند لود ايه ليفت. وهنا برضو ايه والجوينت دي اتاكدنا من احنا كده حطينا اللود وكل تمام والمنشأ جاهز للحل. بس نبدا نعمل ايه اللود كومباينيشن. عندنا ادي نيو كومباينيشن، عندنا ديد لود زائد ايه لايف لود، عندنا ادي ديد لود وادي اللايف لود، وتقول لي اد وتقول لي اوكي. بعدين ادي نيو كومباينيشن عندنا ديد لود زائد الايف ايه لود، بس ده كله مضروب في ايه في 1.2 ده لو هنشتغل التيميت. الناس اللي هتشتغل التيميت او على حسب المشروع ايه شوف هتشتغل التيميت ولا النظام. طيب معاك ديد، يبقى الديد ده 1.2 اد واللايف هنا اد. تمام اوكي. اد نيو كومباينيشن. طيب معانا الديد لود زائد الويند الويند لود ايه ليفت. تمام الويند لود ليفت. يبقى معانا ديد لود اد زائد ويند لود ايه ليفت اد. اوكي ادد نيو كومباينيشن الديد لود ماشي. ادي الديد لود زائد الويند لود ايه الديد لود زائد الويند لود رايت ولا ليفت. يبقى احنا خدنا المره اللي فاتت رايت، يبقى ديد لود وايه ده هيبقى رايت. انا خليها ادي رايت ار اي جي اتش تي رايت. تمام يبقى هنا خليها موديفاي. طيب اوكي يبقى عندنا ديد لود ليفت وديد لود رايت. عندنا ديد لود وتقول ادد نيو كومبو. بعد كده ايه يبقى ديد لود زائد لايف لود زائد ويند لود ايه رايت ولا ليفت. خليها ماشي خليها ليفت. يبقى معاك ادي الديد لود ادي اللايف لود ادي الويند لود ايه ليفت. ادي الويند لود ليفت اهي. تمام اوكي. ادي نيو كومباينيشن. وبعد كده هتقول لي برضو معاك ادي الديد لود بعد كده اللايف لود وبعد كده الويند لود ادي الويند لود ايه رايت بقى ماشي. بعد كده ادي الديد لود اد وادي اللايف لود اد بعد كده الويند لود ايه رايت اد اوكي. وادي الويند لود ليفت لو عملنا موديفاي هنلاقيها ليفت. تمام. وبعد كده نقول ادي نيو كومباينيشن ونقول الماكسيموم هو اقصى حاجه هناخدها ونشتغل على الايه الانفلوب وندخل كل الحالات التحميل اللي احنا عملناها. هاتلي يا عم اول حاجه هاتلي دي ماشي اد وبعد كده اللي فوقيها اد وبعد كده اللي فوقيها دي اد خلاص. وبعد كده دي زائد اللايف وبعد كده دي. طيب لو انا اشتغل ده كده لو انا هشتغل وركينج ديد لود ماشي واللي هو الايه الديد لود زائد اللايف لود والديد لود زائد الويند لود رايت والديد لود زائد الويند لود ليفت والديد لود زائد الديد لود زائد اللايف لود زائد الليفت وزائد الايه الرايت. تمام كده مفيش اي مشاكل خالص. ده انا لو هشتغل ايه وركينج. اما لو هشتغل التيميت يبقى لازم انا ادخل دي معايا ماشي. تمام اوكي. طيب اوكي تعالى بس نتأكد انها انفلوب ونقول اوكي. طيب اوكي ماشي. define اللود cases. احنا مسحنا الموديل يبقى ايه فضل بس اللي هو ايه الحل. طيب قبل ما نحل خلينا set display option نخليها ايه label اسف. تعالى هنا نخلي الايه الفريم يكون apply نقول اوكي. وتعالى هنا كده تنزل شوية حاجة بسيطة كده
خلاص عشان تبقى ناخد بس سنابنج. تمام. يبقى ريكتانجلر وتطلع بده كده يا باشمهندس، تقول لي يس، ونخليها في سيشن 3 سيف. ماشي، نبدأ نقول له ايه، حلها لي بقى ايه، حل يا باشمهندس وتوكل على الله ان شاء الله خير. قول له ران، قول له ران ناو. سيف ديسبلاي اوبشن، المفروض هنا ده ننسى ابلاي. اوكي، وحل الحمد لله اهو. نعمل ستارت انيميشن. طيب ده الستارت انيميشن، نعمل ستوب ونشوف بقى لو ايه، لو نبدأ نصمم نعمل فريم مثلا ونشوف بقى ايه. هات الماكسيموم دوت وهات الاكسيال فورس ابلاي. اوكي، احنا كده كده مصفرين المومنت. هناخد سيت ديسبلاي اوبشن وناخد الايه الفريم. طبعا هنخليها شو فاليو واكسيال فورس والماكسيموم وايه. طبعا انا عايز اخليها مثلا، ماشي على الماكسيموم دلوقتي ونشوف ايه النظام. اوكي، ونخش على تولز اوبشن دايمنشنز. هنخلي الدايمنشنز كام، نخليها 4 ولا حاجه ونقول اوكي. ماشي. طيب تعالى نشوف الممبرز ده مثلا عليه كام. كليك يمين هتلاقي ان الممبرز ده عليه في الماكس كام، عليه 7.99 يعني عليه سالب 8 طن. وهنا عليه كام، وفي التنشن عليه بوينت كام 4. ده بالنسبه للتنشن والكمبريشن. طب تعالى نشوف بقى الايه بالنسبه للفريم. طيب دلوقتي هنمسك جزء ونبدا نصممه ونشوف ازاي بنصمم القطاعات. وده هنبدا ان شاء الله بالمحاضره الجايه ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.